أنا شخص مريت بطفولة صعبة وكان عندي تروماتي. ودايما بحس ان ده ظلم جدا ان انا بعاني بالشكل ده في حياتي، والناس التانية اللي طفولتهم كانت افضل مني عندهم ترومات اقل، فبالتالي بيعملوا في حياتهم احسن. هل اصلا المقارنة دي حقيقية ولا لا؟ هو ده فعلا ظلم واقع عليا وانا عايش بالظلم ده طول حياتي؟ اوكي. احب هنا ابدا بالجمله العربيه شويه دينيه، ممكن ان احنا ناخدها في ناحيه يعني شويه كده: كل ميسر لما خلق له. وكل واحد عنده تكليفاته الحياتيه، والبصمه الفريده اللي عندك دي يعني هي نازله بالخريطه، هي نازله معروف مين الوالد مين الوالده، ايه الفاميلي داينامكس، هتتربى ازاي، هتتوجع من ايه، حياتك هيبقى شكلها ايه، تركيبتك النفسيه هتبقى ازاي، تكليفاتك الحياتيه مطلوب منك تعمل ايه في الحياه بوجه عام، بتحب ايه ما بتحبش ايه، موهبتك ايه، فطرتك ايه، قدراتك ايه. مش كلنا قدراتنا زي بعض ولا تركيبتنا زي بعض. فانا شويه باخد الموضوع ده في اتجاه كده، يعني ارجو ان انا اقدر اشرحه على قد ما اقدر. بنقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت من طفوله، من تجارب، من ترومات، من اوجاع، من مباهج، من اي تيسير خلقت له، لها ما كسبته، عشان يطلع منها عليها ما اكتسبت، عشان يطلع منها اوت. زي ما الانسان بياخد انبوت زي اي مكنه كده، يعني تشبيه عشان اقدر اقرب وجهه النظر شويه. انت بتاخد انبوتس علشان يطلع منك اوتبوتس. فالكومباريزن او المقارنه ما بين طفولتك سهله صعبه، اولا سهله بالنسبه لمين وصعبه بالنسبه لمين. القصه اساسا نسبيه جدا. انت ممكن تعتقد ان انت كانت طفولتك صعبه او سهله لان انت الطقم اللي بتقارن بيه او معلوماتك عن الناس اللي بتقارن بيهم الطفوله دي، فبتحطها في مرتبه اسهل او في مرتبه اصعب. ما هي الا يعني perception او subjective reality. انت شايف الحقيقه من موضوعيه افكارك، من الموضوع اللي انت بتقارن بيه والتركيبه، المعتقدات بتاعتك، بتعتقد ايه عن السهل وتعتقد ايه عن الصعب، وبتقارن بايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. القصص في الحياه كلها ياما شرحت لنا انه ناس كانت تركيبتهم الحياتيه صعبه، بمفهوم اي مكان مين اللي بيقول صعب ما احناش عارفين، ونجحوا جدا، وناس اثرت في العالم جدا وسابت اثر جدا جدا، فكانت ميسره لما خلقت له. وياما ناس كانت تركيبتها سهله بايا ما كانت التعريف بتاع كلمه سهل، وفي الاخر اثرت في الحياه او ما اثرتش في الحياه. فالكومباريزن عمرها ما كانت طريقه بتسهل على الانسان حياته. المقارنات دي دايما بنسميها هي سرقه البهجه، او الكومباريزن از ذا ثيف اوف جوي. لما هتقعد تقارن نفسك بناس، قبل ما تقارن ارجوك حاول تعرف قصه التكليفات والتفرد اللي انت نازل بيه من عند رب العالمين. انت مش مفروض تكون زي حد ولا حد زيك، فولا انت احسن من اي حد ولا انت اقل من اي حد ولا انت زي اي حد. انت فريد زي ما كل حد اخر برضه فريد. فحاولوا دايما تبصوا للاربع حاجات دول، هترتاحوا جدا. ودي حاجه بتريح، لانه مع الوعي الجمعي بتاعنا اللي فيه المقارنات والحياه الماديه بتاعتنا، ما بيبقاش سهل قوي علينا ان احنا نفكر بالاربع حقائق دول. انت مش احسن من حد ولا اقل من اي حد ولا زي اي حد. انت فريد زي كل حد فريد. يعني كل حد فريد زيك فريد. لكن لفظ تفرد معناها ان انا مش زيك اصلا. يعني احنا كلنا عندنا تفرد، لكن احنا اكيد مش زي بعض. فلو بصينا للموضوع من المنظور ده، بعتقد ان الدنيا هتبقى شويه هتفك معانا. انا عارف انه مش سهل، بس هي جهاد
كل ما نلاقي نفسنا بنقارن باي حد، لا ده كانت حياته سهله، ده كانت حياته صعبه، دي كانت الطفوله بتاعته سهله، الطفوله بتاعته صعبه. حاول دايما تفتكر انه بص في ورقتك، انت ميسر لما خلقت له، انت تكليفات حياتك مش زي تكليفات حياه اي حد تاني. فانت بص في ورقتك وعيش حياتك انت وركز فيها، وقارن بنفسك امبارح وبنفسك الشهر اللي فات، ومالكش دعوه بالناس.